تفاجأ الجميع بانتقال ليو ميسي للدوري الامريكي عشان يلعب في نادي انتر ميامي اللي بيمتلكه ديفيد بيكهام. وكل محبين ليو ميسي دلوقتي كلهم هتلاقيهم زعلانين وخاصة العرب. ولكن السؤال هنا ايه اللي خلى ميسي ان هو يوافق للانتقال للدوري الامريكي؟ ده اللي هنجاوب عليه في الحلقه النهارده. وهنتكلم برضو ايه الفرق بين انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي وانتقال ميسي للدوري الامريكي. حلقه النهارده مليانه كلام كتير وتفاصيل كتيره. فقبل ما نبدا كده حط اللايك الجميل بتاعك، ويا سلام لو تعمل سبسكرايب لو انت حابب يعني، وترجع لي تاني عشان اقول لك يلا بينا نخش في الحلقه. يا بيليه اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ونبتدي الأول ليه كل العرب زعلانين بانتقال ليو ميسي للدوري الأمريكي ورفضه لعرض الهلال السعودي. أولا قيمة ليونيل ميسي الكبيرة اللي هتضيف للدوري السعودي من حيث النواحي الفنية أو من حيث النواحي التسويقية، كما إضافة صفقة كريستيانو رونالدو للدوري السعودي. فتخيل معايا كده، بعد ما اتحرمنا من المنافسة اللي كانت موجودة ما بينهم في الدوري الأسباني، كنا هنرجع ونشوف المنافسة ما بينهم بس المرة دي في المنطقة العربية من خلال الدوري السعودي. والمنافسة كانت هتشتغل أكتر خاصة بعد تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما لمدة 3 سنوات. اما بالنسبه لمحبين ميسي على مستوى العالم فهتلاقيهم زعلانين علشان ان هم مش هيقدروا يشوفوا ميسي وهو بيلعب في الدوري الامريكي، خاصه ان في اختلاف توقيت ما بين الدوري الامريكي وبين اوروبا والشرق الاوسط. فما بالك انت، الناس كلها كانت متضايقه بسبب انتقال ميسي لباريس سان جيرمان واللعب في الدوري الفرنسي، والناس كلها كانت بتستنى ماتشات باريس في دوري ابطال اوروبا علشان بس ان هي تتفرج على ليو ميسي. فتخيل بقى هو راح اصلا الدوري الامريكي وكمان في اختلاف في التوقيت. اما بالنسبه ايه اللي خلى ميسي يوافق على عرض انتر ميامي ويرفض عرض الهلال السعودي الضخم؟ فتسمح لي يا صديقي ان اصحح لك معلومات. عرض انتر ميامي اكبر من عرض الهلال السعودي بس الفرق مش كبير. فهتلاقي ان شركة ابل هتمنح ميسي حصة من الاشتراكات من البث الخاص بالدوري الامريكي، غير كمان برضو ان شركة اديداس هتتقاسم مع الارباح بعد ما هو يشارك في الدوري الامريكي، غير كمان استثمار وشراء حصة من احد الاندية الامريكية بعد اعتزاله كرة القدم. وفي اخبار كمان بتقول ان اصلا عائلة ميسي مش حابة ان هي تعيش في السعودية، وده كان سبب من الاسباب اللي خلت ميسي يفضل عرض ميامي عن عرض الهلال السعودي. اما الفرق بين انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي وانتقال ميسي للدوري الامريكي بخلاف المقابل المادي، فانتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي له علاقه بمشروع السعوديه في استضافه كاس العالم 2030، وله علاقه برضو بالدعايه للدوري السعودي من ناحيه جلب نجوم العالم للعب في الدوري ورفع من كفاءة الدوري السعودي علشان يبقى من افضل 10 دوريات على مستوى العالم. اما بالنسبة بقى بانتقال ميسي للدوري الامريكي فمش هتلاقي اي حاجة من اللي قلناها على صفقة كريستيانو رونالدو. فانا حاسس ان ميسي حس انه خلاص عمل كل حاجة في الكورة، خد كاس العالم وكوبا امريكا مع الارجنتين وخد الكرة الذهبية 7 مرات، حس انه خلاص محتاج ان هو يبعد عن الاضواء ويريح دماغه اصلا من المنافسة مع كريستيانو في الدوري السعودي ويعمل له قرشين يرستق بيها حاله قبل ما يعتزل. او ممكن بقى من خلال انتقاله لانتر ميامي يقدر ان هو يروح اعاره لبرشلونه يقضي معاه موسم وبعدين يرجع تاني عشان يختم في امريكا. محدش عارف الايام اللي جايه مخبينا ايه تاني. ودي كانت حلقتنا النهارده، نتقابل في حلقه تانية باذن الله. سلام.